مرحبا أعزائنا المتابعين. سنكمل معا سلسلة العقد الاجتماعي الذي تم طرحه في شمال وشرق سوريا، لنتعرف اليوم على ما هو مجلس المدينة. المادة رقم 84 للعقد الاجتماعي تنص على: المدينة تتكون من مركز المدينة ومن البلدات والقرى والوحدات السكنية المجاورة لها. هيكلية مجلس المدينة: 1. يتشكل مجلس المدينة من 60% من الممثلين الحائزين على أصوات الشعب الناخب، و40% من المرشحين من قبل التنظيمات المجتمعية المنتخبة بشكل شفاف وديمقراطي، بالإضافة إلى الرئاسات المشتركة للبلدات والكومينات الموجودة في أحياء المدينة، والرئاسات المشتركة للبلديات هم أعضاء في مجلس المدينة. 2. في المدن الكبيرة يتم تشكيل مجلس الحي، ويتم مشاركة الرئاسة المشتركة لمجلس الحي في مجلس المدينة. 3. يتم تنظيم البلدة والمدينة الكبيرة بقانون خاص. المادة رقم 85: ما هي مهام مجلس المدينة؟ 1. يقوم بانتخاب الديوان والرئاسة المشتركة للديوان. 2. يقوم بانتخاب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي. 3. يقوم بالمصادقة على أعضاء المجلس التنفيذي للمدينة ويشرف على عملهم. 4. يقوم بالمصادقة على الرئاسة المشتركة لديوان العدالة ولجان الصلح للمدينة المقترح أسماءهم من قبل مجلس العدالة. 5. يقوم بالمصادقة على قيادة الأمن الداخلي للمدينة ويشرف على عملها. 6. يقوم بالمصادقة على قيادة قوات حماية المجتمع للمدينة التي تم اقتراح أسمائها من قبل قيادة قوات حماية المجتمع. 7. يقوم برسم المخططات والمشاريع والبت في القرارات التي تمس المدينة. 8. يبت في القرارات التي تخص المدينة دون التدخل في عمل البلدات والكومينات. 9. يعمل وفق نظام داخلي خاص به ويقوم بمتابعة العمل عن طريق اللجان. 10. يقوم بالعمل على شكل تنسيق وتكامل مع مجالس البلدات والكومينات الموجودة في المدينة ومجالس الأحياء. المادة رقم 86 تنص على: ما هي مهام المجلس التنفيذي لمجلس المدينة؟ 1. يقوم بتطبيق القرارات والمشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المدينة. 2. يقوم بالإشراف على عمل اللجان التابعة له ومتابعتها. 3. يقوم بالتنسيق بين اللجان التنفيذية للمدينة واللجان التنفيذية في البلدات. 4. يقوم المجلس التنفيذي للمدن الكبيرة بالتنسيق بين اللجان التنفيذية في المدينة واللجان في الأحياء. 5. يكون مسؤولا أمام مجلس الشعب ويقدم تقاريره شهريا له. 6. يقوم بتحديد آلية العمل عن طريق نظام داخلي. إلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.